ده أهلا ومرحبا بكم في آثار وأسرار مع زاهي حواس. احنا بنتكلم النهاردة عن حاجة مهمة، وفاء النيل وعروس النيل. تصوروا بعض الناس لازالوا بيعتقدوا ان الفراعنة كانوا بيجيبوا ست جميلة كل سنة ويرموها قربان للفيضان. طبعا ده ما حصلش، لكن قبل كده انا لازم اكلمكم الاول عن وفاء النيل. كان اعياد النيل دي اعياد شعبية. كان في عيد اسمه عيد ليلة الدموع في شهر يوليو. الفيضان ده كان عبارة عن دموع إيزيس. لما إيزيس بكت على موت أخوها أوزيريس، دموعها عملت نهر النيل. إذا النيل ده مقدس بالنسبة لنا كلنا. النيل ده هو اللي بيدي الحياة. لما الإله أمون بيسيب معبد الكرنك ويروح يقابل زوجته الإله أموت في معبد الأقصر، بيحدث الفيضان، بيدي للأرض المصرية الغريان. الحقيقة ظلت الفكرة بتاعت الفيضان وانه بيتعمل له حفل شعبي بيسمى ليلة النقطة، لما مياه النيل بتصل بالكامل حتى شهر أغسطس في الفيضان. وكان بقى الفرعون بيحتفل مع الشعب كله بوجود الفيضان، لأن الفيضان ده لما بيوصل معناه الحياة، بيدي الحياة للأرض المصرية. عشان كده كان في أناشيد دينية واحتفالات بوفاء النيل. نيجي بقى نبص لعروس النيل. بيقولوا عروس النيل دي كانت بتترمى كقربان، وان دي اوقفها عمر بن الخطاب. لكن الحقيقة انا عايز اقول لكم حاجة، ان المصري القديم عمره ما كان بيرمي قربان، لا ده كان بيرمي حاجات مقلدة او حاجات بتشير للعروس، لكن ما كانش العروس اطلاقا حقيقية ابدا. ودي حاجة لازم نعرفها. المصري القديم كان بيقدس النيل ومياه النيل، عشان كده كان الانسان اللي بيقسم قبل ما يروح العالم الاخر انه نهر النيل دايما نقي، عمره ما دنس باي حاجة. وعشان كده احنا بنقول دايما للناس دلوقتي ان لازم نحافظ على نهر النيل. عشان كده الفراعنة عملوا مقاييس للنيل يسجلوا الفيضان عشان يعرفوا الفيضان جاي بالخير لمصر ولا لا. فطبعا النيل بالنسبة لنا هو الحياة، لأن النيل كان بيربط الشرق أو الجنوب بالشمال عن طريق مراكب. المراكب اللي كانت بتطلع وتروح الجنوب، وعندنا محافظين مشاهير من أسوان سافروا بلاد بونت وجابوا التوابل والبخور والدهب. وعندنا أشهر قصة من حرخوف لما سافر وراح بلاد بونت وبعت جواب للملك بيبي الثاني، أشهر ملوك مصر، حكم 80 سنة، وقال له أنا جبت لك الخير وجبت كذا وكذا وكذا لمصر. وفي الآخر قال له جبت لك معايا قزم صغير. الملك بيبي كان حكم وعنده 8 سنين وكان عيل صغير، اهتم بالقزم ولم يهتم بالخيرات اللي جابها حرخوف لمصر. فده بيبين ان دايما المصري القديم كان بيدور على منابع النيل عشان يعرف الخير هيجي منين والفيضان هيجي منين. لان طبعا عن طريق النيل نقلوا الحجارة اللي بنت الهرم، جابوا الجرانيت من أسوان، وجابوا البازلت من الواحات، وجابوا الألاباستر من حتنوب في مصر الوسطى، وجابوا الحجر الجيري من ترى عشان بيتكسى بيه الهرم. وعندنا أقدم بردية عصر عليها من 4 سنوات وترجم أغلبها هذا العام، اسمها بردية وادي الجرف. البردية دي بتتكلم عن رئيس العمال مرر اللي راح ترى ومعاه 40 عامل، وقعد يحكي لنا يقطعوا الحجر من ترى عشان كانوا بيكسوا بيه الهرم، وكانوا بينقلوه عن طريق نهر النيل. يعني الفردية كلها بتشير إلى فضل نهر النيل على بناء الأهرامات. لأن المصري القديم لما وجد أن نهر النيل بعيدا عن الأهرامات قطع قناة تانية إلى الناحية الغربية موازية للنيل عشان تبقى قريبة من القنوات والمواني اللي بتربط النيل بالأهرامات، لأن كان مهم جدا بناء الهرم بفضل النيل. وإلى اللقاء غدا بإذن الله في آثار وأسرار مع زاهي حواس.